بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصل. قال، طبعا ما زلنا في غريب القرآن الكريم يا جماعة. قال أبو بكر بن الأنباري: قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيرا الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر، وأنكر جماعة لا علم لهم على النحويين ذلك، وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن الكريم. وقالوا: كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم، يعني الشعر في القرآن والحديث؟ قال: وليس الأمر كما زعموا. هذا الكلام مو صحيح من أن جعلنا الشعر أصلا للقرآن، بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشعر. ما جعلنا الشعر هو المتسلط على القرآن، لا، حاشا حاشا لله، ولكن جعلنا الشعر يبين معاني القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب والشعراء يتكلمون بلغة العرب. فمثل ما هلا من شوي حكينا تبي وتبي وما بعرف ايش من الحكي، نبين انه هذا في هذه اللغة تشبه هذه اللغة تشبه هذا الكذا من هذا الباب. لأن الله تعالى قال: إن جعلناه قرآنا عربيا، وقال: بلسان عربي مبين. وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه، أي من الشعر. وقد أخرج عن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. وقال أبو عبيد في فضائله: حدثنا هشيم عن حسين عن عبد الله عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. وقال أبو عبيد: يعني كان يستشهد به على التفسير. قلت: وقد روينا عن ابن عباس كثيرا من ذلك. مين قلت؟ إمام السيوطي. عن ابن عباس كثيرا من ذلك. وأوعب ما رويناه عنه مسائل نافع بن الأزرق، وقد أخرج بعضها ابن الأنباري في كتاب الوقف، والطبراني في معجمه الكبير. وقد رأيت أن أسوق هنا بتمامها لتستفاد. يعني كمان رايح يجيب لنا مسائل نافع ابن الأزرق عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ما شاء الله عنك يا إمام. طيب. عن بين عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة، قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن، فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به. فقاما إليه فقالا يعني عم يحكوا عن ابن عباس. نعم: إنا نريد أن نسألك عن أشياء في كتاب من كتاب الله فتفسرها لنا، وتأتينا بمصادق من كلام العرب، فإن الله تعالى قال: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما. اسألوا اللي بدكم إياه. طيب. فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. قال: العزون حلق الرفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: فجاءوا يهرعون إليه حتى يكون حول منبره عزين؟ الله 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 يا ابن عباس. قال: أخبرني عن قوله: وابتغوا إليه الوسيلة. قال: الوسيلة الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت عنتر وهو يقول: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. إلون عندك حاجة. نعم، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. قال: أخبرني عن قوله: شرعة ومنهاجا. قال: الشرعة الدين والمنهاج الطريق.
قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول أبو سفيان بن الحارث يا جماعة هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أبو سفيان أبو لمعاوية. أبو سفيان أبو لمعاوية من الأمويين من بني أمية، أما أبو سفيان بن الحارث من بني هاشم. وهو يقول لقد نطق المأمون بالصدق والهدى وبين للإسلام دينا ومنهاجا. قال أخبرني عن قوله تعالى إذا أثمر وينعه. قال نضجه وبلاغه. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر إذا ما مشت وسط النساء تأودت كما اهتز غصن ناعم النبت يانع. يانع يعني مستوي يعني. نعم. قال أخبرني عن قوله تعالى وريشا. قال الريش المال. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر فرشني بخير فرشني بخير طالما قد بريتني وخير الموالي من لا يريش ولا يبري. نعم. فرشني يعني اعطيني المال، اعطيني مال. من لا يريش لا يعطي المال ولا يبري. قال أخبرني عن قوله تعالى لقد. عم نسمع خشخش عن مين؟ طيب. قال أخبرني عن قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. في اعتدال، قال في اعتدال واستقامة. كبد اعتدال واستقامة، معتدل ومستقيم. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول يا عين هلا بكيت أربدا إذ قمنا وقام الخصوم في كبد. نعم. قال أخبرني عن قوله تعالى يكاد سنا برقه. قال السنا الضوء. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت أبا سفيان بن الحارث يقول يدعو إلى الحق لا يبغي به بدلا يجلو بضوء سناه داجي الظلم. يا جماعة شدة الذكاء، شدة البديهة، شدة الفطنة لابن عباس من أين أتى؟ وهذا الحفظ وهذا الإتقان من أين أتى؟ القرآن شيخي. طيب غيره. شيخي هو أول شيء هو عربي، هو عربي قح من الأعراب القح. نعم. وهو ابن البادية وابن اللغة العربية وابن المنطقة العربية وابن الجزيرة نعم. العربية يعني. أتى يعني من في دعوة النبي، أتى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. بكلمة ال أنت لما شوي قرأت لنا قلت ال هي القرابة. ال في أحد كتب أحد الشيخ الشنقيطي رحمه الله رحمه في الله. تفسير كلمة ال يستشهد ببيت شعر بقصة إلحاق يزيد بالنسب. معاوية بن أبي سفيان الله يرضى عنه ألحق يزيد بنسبه، نعم. كان في مختلف الموضوع. فقال واحد يماني هجا يعني أو عاتبه على على هالعمل هذا، قال له أتغضب أن يقول أبوك عفوا وتفرح أن يقول أبوك زاني، والله إن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتاني. القرابة يعني قرابتك من قريش كقرابة الفيل من ولد الأتاني يعني. عم ف يتكلم عن 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 يعاتب سيدنا معاوية بإلحاق يزيد بالنسب، والحقوا يزيد. بنسبه، نعم. ألحقوا لفطنته، قال لك بكسبه لصفي أحسن ما يعني. نعم. نعم. كان ذكي جدا، ذكي جدا، أحد دهاة العرب على فكرة يعني. صحيح. صحيح. شكرا، شكرا لك يا شيخ مو حسن. مو يزيد بن معاوية، نعم. اليزيد ابن أبو يزيد بن أبيه. ابن أبي، هو زياد عفوا زياد بن أبي، زياد بن أبيه. زياد بن أبيه. زياد بن أبي، نعم. عفوا زياد. اللهم صل على سيدنا محمد. أتى يا جماعة هذه الفطنة وهذا الذكاء لابن عباس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة عما قالوه الشباب، يعني زيادة عما قاله الشيخ حسن ربي يبارك فيكم.
عندما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بنقول فلان أمه داعيت له، فلان أبوه داعي له، فلان كذا داعي له، فكيف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام داعي له؟ ضرب على صدره، مو هيك حكيت لنا اياه انت استاذي نعم من درسين صحيح. ثلاثه؟ قالوا نعم. عمال يتفلت مني القرآن، فضرب على صدره قال لا اللهم فقهه في لا الدين. لا، اللي كان يتفلت منه القرآن غير ابن عباس. ابن عباس كان يجي يصلي عند مو يجي يصلي كان يترقب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة فطنته. النبي صلى الله عليه وسلم كان عديل العباس. النبي عليه الصلاة والسلام كان عديل العباس. زينب بنت جحش كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وحمنة، يمكن حمنة أختها كمان كان أخذها العباس. حمنة بتكون أم لعبد الله بن العباس. ربما أخطأت الآن أنا بالأسماء وربما صحيح. فالمهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عديل هو والعباس. وهن الأب العدائل بيحبوا بعضهم كثير كمان. والعدايل بيحبوا بعضهم. وابن عباس كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون يوم زينب. فلما يكون يوم زينب يطلب من أمه كذا إنه بده يروح لعند النبي عليه الصلاة والسلام، فيجي ينام عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما الهدف؟ الهدف إنه يراقب النبي كيف يعيش وكيف يعمل في بيته، حتى يتعلم منه حياة وأسلوب. ففي ليلة من الليالي قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فقام ابن عباس يصلي، وأتى للنبي بوضوئه بماء الوضوء. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ووقف يصلي. قام ابن عباس يصلي، فكان النبي بديان بالصلاة. فراح ابن عباس وين وقف؟ وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعرفون الإمام يقف عن اليسار والمأموم يقف عن اليمين، هيك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالصلاة شد ابن عباس وأخذه وحطه على اليمين. راح ابن عباس رجع لليسار. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هالأمر مرتين ثلاثة، ياخذه على اليمين ابن عباس يرجع على اليسار، ياخذه على اليمين ابن عباس يرجع على اليسار. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عم يقول له: انت شو قصتك؟ كيف انا بحطك على اليمين انت بتروح على اليسار؟ قال: ما كان لأحد أن يتقدم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف شو يعني ما كان لأحد أن يتقدم عليك؟ اليمين لازم تتم، أنت اليمين يا رسول الله. ما بيصير حدا يكون اليمين وأنت اليسار. نحن اليسار وأنت اليمين يا رسول الله. هذا معنى ابن عباس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل في هذه الليلة. وهذا الدعاء الله سبحانه وتعالى استجاب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فعلا أفقه الصحابة. حتى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يدخله مع الكبار، فكانوا الكبار يقولون: يعني يا عمر، يعني إلنا أولاد مثل ابن عباس وأكبر، ليش ما عم تجيبون إلا ابن عباس؟ فما يحكي شيء سيدنا عمر. في يوم من الأيام عدة مرات طبعا حصلت الحادثة، سألهم سيدنا عمر: ما تقولون في كذا؟ فكل واحد أجاب ما عنده. فسكت ابن عباس ما يجاوب. فيسأله سيدنا عمر: هات يا ابن عباس ما عندك؟ يقول: والله عندي من هالشيء يا أمير المؤمنين. يقول: هات ولا تحقر نفسك. فيتكلم غير ما يتكلم كل الموجودين. فسيدنا عمر ماذا يقول؟ يقول: والله ما عندي إلا كما عند ابن عباس، وما أفهم إلا كما فهم ابن عباس. فهنا يعني يعرف الكبار أنه لماذا قدم ابن عباس. له فكر، له عقل، له فهم لا يوجد عند كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: ابن أخبرني. تفضل. ابن عباس هو ولا زينب رضي الله عنها؟ لا، ابن أختها لزينب. ابن ابن أختها. ابن أختها لزينب.
يعني بتكون بنت خالته ولا خالته؟ زينب بتكون خالته، خالته أخت أمه. أخت أمه، أي نعم، أخت أمه. نعم نعم. ابن عباس هو عبد، هو عبد الله، ابن العباس ابن عبد المطلب. يعني العباس يصير عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو نعم ابن عمه اللزم، قرابته من سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام نفس قرابة علي بن أبي طالب. نعم نعم. وبنفس الوقت يعني غير قرابة العمومة في قرابة النساء، غير قرابة العمومة قرابة النساء. آه طيب، قال أخبرني عن قوله يمكن زوجة العباس لما حصلت الحادثة اتهمت السيدة عائشة، فأختها لزينب كانت تتكلم، وكانت تقول لها لزينب: يا زينب لك هاي ضرتك احكي فيها. تقول: إنها صالحة، إنها صالحة وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضرة ما رضت تحكي، بس أختها للضرة حكت، حمنة، اسمها حمنة والله أعلم. السيدة عائشة فيما بعد يعني أخذت هذا الموقف وحفظته لزينب، وتقول يعني أنه زينب ما وقعت فيها كما وقع فيها كثير من الناس، وحفظت. صحيح كانت ضرة، والضرة بتعرفوا أنه بتحاول إنه إيه، ولكن زينب كانت امرأة صالحة. تكلمت لكم سابقا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولكم لحوقا بي أطولكم يدا. طيب، قال: أخبرني عن قوله تعالى: وحفد. قال: ولد الولد وهم الأعوان. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت الشاعر يقول: حفد الولائد حولهن أو سلمت بأكفهن أزمة الأحمال. حفد الولائد، نعم. قال: أخبرني عن قوله تعالى: وحنانا من لدنا. قال: رحمة من عندنا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أو ما سمعت طرفة بن العبد يقول: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك، بعض الشر أهون من بعض. حنانيك يعني حنانك، نعم، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. شيخ حسن اشرح لنا البيت. ما فهمت والله يا أستاذ الكريم. حدا بيحسن يشرح لنا البيت؟ حدا بيحسن يشرحه؟ طبعا هنا يكلم الشاعر هذا المقاتل الشهم أبا منذر، فيقول: أفنيت. خفيف شوي شوي، خلصت علينا، ما تم حدا، فاستبقي، فاستبقي بعضنا. أفنيتنا ولك وقف شوي شوي. حنانيك يعني رحمة، تحنن علينا. حنانيك بعض الشر أهون من بعض. أخي يقولوا خسرانين، يقولوا ما بعرف إيش، أهون ما تروحنا كلنا عن بكرة أبينا. صحيح يا شيخ حسن؟ يعني هذا من قولتك عن بقتل صحيح المقاتل. صحيح، الله يجزاك الخير. طرفة بن العبد عم يمدح أبا منذر. طبعا أنا ما أعرف البيت، قارئه سابقا، ولكن الآن يعني ما أعرف من هو أبا منذر، ولكن هو عم يمدح أبا منذر. يعني قتل كتير كفار وما بترك لهم كفار، فبقول له استبق. طرفة بن العبد قبل الإسلام، آه، جاهلية قبل. في الجاهلية، عم يتكلم نوع من مدح. هو هذا الكلام عم يمدح هذا المقاتل أبا منذر، عم يقول: يا أبا منذر، صبرا علينا شوي شوي، من شجاعتك
ومن هجومك ومن قتالك للأعداء ومن هفيتنا، ما خليت فينا المخبر، فاستبقي بعضنا شوي شوي علينا رحمة فينا. بعض الشر أهون من بعض، يعني يقولوا خسروا معركة معركتين، أو يقولوا انهزموا، أو يقولوا اتجبنوا، أو يقولوا كذا، أحسن ما نفنى ما يتم فينا أحد. هكذا معناها، يعني 100 قولة جبان ولا قولة الله يرحمه. طيب، قال أخبرني عن قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا، قال أفلم يعلم بلغة بني مالك، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت مالك بن عوف يقول لقد يئس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا. لقد يئس يعني لقد علم الأقوام أني ابنه. قال أخبرني عن قوله تعالى مثبورا، قال ملعونا محبوسا من الخير، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت عبد الله بن الزبعري يقول إذ أتاني الشيطان في سنة النوم ومن مال ميله مثبورا. نعم. قال أخبرني عن قوله تعالى فأجاءها المخاض، قال ألجأها، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت حسان بن ثابت يقول إذ شددنا شدة صادقة فاجأناكم إلى سفح الجبل، فاجأناكم يعني ألجأناكم إلى سفح الجبل. قال أخبرني عن قوله تعالى نديا، قال النادي المجلس، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ طبعا هون هذا في عليه أبيات كثيرة. قال نعم، أما سمعت الشاعر يقول يومان يوم بقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب تأويب. نعم، ولكن هنا كأنه لم يذكر، هو سلام بن الجندل. نعم. قال أخبرني عن قوله تعالى أثاثا ورئيا، قال الأثاث المتاع والرئي من الشراب، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت الشاعر يقول كأن على الحمول غداة ولوا من الرئي الكريم من الأثاث. يا سلام، الكلمتين جايين في بيت الشعر. قال أخبرني عن قوله تعالى فيذرها قاعا صفصفا، قال القاع الأملس والصفصف المستوي، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت الشاعر يقول بملمومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذن عاد صفصافا، شماريخ من رضوى إذن عاد صفصافا. بده شرح. طيب، قال أخبرني عن قوله تعالى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، كأنه ماشي له سورة تقريبا يعني. نعم. قال لا تعرق فيها من شدة حر الشمس، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت الشاعر يقول رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيحضر. قال أخبرني عن قوله تعالى له خوار، قال له صياح، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول الشاعر كأن بني معاوية بن بكر إلى الإسلام صائحة تخور. قال أخبرني عن قوله تعالى ولا تنيا في ذكري، قال ولا تضعفا عن أمري، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول الشاعر إني وجدك وما ونيت ولم أزل أبغي الفكاك له بكل سبيل. قال أخبرني عن قوله تعالى القانع والمعتر، قال القانع الذي يقنع بما أعطي، هذه مرت معنا صحيح، والمعتر الذي يعترض الأبواب، قلنا الذي يسأل الناس. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول الشاعر على مكثريهم حق معتر بابهم وعند المقلين السماحة والبذل. نعم. قال أخبرني عن قوله تعالى وقصر مشيد، قال مشيد بالجص والأجر،
قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت عدي بن زيد يقول شاده مرمرا وجلله كلسا. أوه، معناتها الكلس قديم يا شيخ. شاده مرمرا، قصر مشيد، شاده مرمرا وجلله كلسا، فللطير في ذراه وكور. فللطير في ذراه، رأسه يعني في فوق، وكور. نعم. قال أخبرني عن قوله تعالى شواظ. قال الشواظ اللهب الذي لا دخان له. قال وهل النار الزرقاء يا جماعة، النار الزرقاء ما بيكون لها لهب. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول أمية بن الصلت بن أبي الصلت يظل يشب كيرا بعد كير وينفخ دائبا لهب الشواظ. قال أخبرني عن قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. قال فازوا وسعدوا. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول لبيد بن ربيعة فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل. نعم، أفلح فاز من كان عقل. نعم. قال أخبرني عن قوله تعالى يؤيد بنصره من يشاء. قال يقوي. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول حسان بن ثابت برجال لستم أمثالهم أيدوا جبريل نصرا فنزل. يعني أيدوا بجبريل، هنا الباء محذوفة. قال أخبرني عن قوله تعالى ونحاس. قال هو الدخان الذي لا لهب فيه. الشواظ هو اللهب الذي لا دخان فيه. النحاس هو الدخان الذي لا لهب فيه. نعيد يا جماعة. الشواظ هو اللهب الذي لا دخان فيه. النحاس هو الدخان الذي لا لهب فيه. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر يقول يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا. نعم، ما في دخان يعني. قال أخبرني عن قوله تعالى أمشاج. قال اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول أبي ذؤيب كأن الريش والفوق منه خلال النصل خالطه مشيج. نعم. قال أخبرني عن قوله تعالى وفومها. قال الحنطة. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ هذا حكيناه سابقا، كنا نفكر إنه هذا فومها التوم يعني، طلع لا مو التوم. نعم شيخ. قال هل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول أبي محجن الثقفي قد كنت أحسبني كأغنى واحد قدم المدينة عن زراعة فوم. زراعة الفوم طبعا في تفاسير. شيخ قطع صوتها. في تفاسير الآن. كيف صوتي؟ رجع هلا رجع. تمام. قال أخبرني عن قوله تعالى وأنتم سامدون. قال السمود اللهو والباطل. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول هزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد. طبعا الآن ممكن عم تحسوا بنعس، مو هيك يا جماعة؟ حاسين بنعس؟ كويس شيخ. نغير. لا شيخ، الله يجزاك الخير، والله شيء ممتع جدا، ممتع جدا. الله بس شيخ يجزاك الاشعار الخير. حلوه. الاشعار أنا ما حلوه. شاء أنا الله عليك يا شيخ. عم يجي على بالي إن شاء الله إن شاء الله. بس المشكلة من كتر ما بفكر بدي أحفظ بقول شو بدي أحفظ لأحفظ. عم يجي على بالي مثل هذه الأبيات وهذا التفسير وكذا، لو الواحد يحفظهم، يعني إذا في حدا بيناتنا مثل الشيخ عبد اللطيف مثل، يعني احفظهم، بتصير لما تدخل على المجلس، في مجلس بتقول أول شغلتين ثلاثة، في المجلس الثاني بتقول اللي بعده، في المجلس الثالث بتقول اللي بعده. كتير كتير رائعة. منه بتشغل الناس في القرآن الكريم، منه في شعر، منه في حركة، في كذا. يعني شيء رائع جميل. لو نستطيع حفظهم شيء، طبعا سهل حفظهم بس بدأ واحد يكون متفضي يعني. قال ماذا قالت وهي تبكي قوم عاد ليت عادا قبلوا الحق ولم يبدوا جحودا قيل فقم فانظر إليهم ثم دع عنك السمودا. دع عنك الحكم الفاضي.
قال أخبرني عن قوله تعالى لا فيها غول. قال ليس فيها نتن ولا كراهية كخمر الدنيا. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول امرئ القيس رب كأس شربت لا غول فيها وسقيت النديم منها مزاجا. نعم. قال أخبرني عن قوله تعالى والقمر إذا اتسق. قال اتساقه اجتماعه، متسق، نعم، يعني متناسق ومجتمع. نعم. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول طرفة بن العبد إن لنا قلائصا نقانقا مستوسقات لو تجدن سائقا. القلائص، ما معنات القلائص يا جماعة؟ القلائص هي الجمال الإبل اللي يعني ما زالت صغيرة. قلوص، نعم، ما زالت صغيرة، ما نعم. يقول إن لنا قلائص نقانق مستوسقات لو تجدن سائقا. نعم، بد راعي يعني. قال أخبرني عن قوله تعالى وهم فيها خالدون. قال باقون لا يخرجون منها أبدا. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول عدي بن زيد فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت يا للناس عار. هون وهل بالموت عار. نعم. قال أخبرني عن قوله تعالى وجفان كالجواب. قال كالحياض. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول طرفة بن العبد. حتى يعني أنتم لما بتقرأوا هذا الحديث يا جماعة، ما هو صبر ابن عباس؟ يعني ابن عباس قاعد والله يجاوب ويجاوب ويجاوب، ما هو الصبر اللي الله أعطاه إياه ليجاوب كل هالأجوبة هذه؟ نعم. قال كالجواب لا تنسي مترعة لقرى الأضياف أو للمحتضر. نعم. قال أخبرني عن قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. قال الفجور والزنا. شو قلنا المرض قبل شوي؟ مرض الشيخ كان عن النفاق أو هيك شيء. النفاق، صحيح، النفاق. يقول هنا فيطمع الذي في قلبه مرض أي فجور وزنا. معناها كلمة مرض في كل موضع يكون لها معنى، بجوز ليست الشيخ ده شيخ بجوز ده أكثر من معنى. هو بالضبط. دائما كلام القرآن الكريم فيه معاني كثيرة، فلذلك أنا أقول لكم ذلك. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الأعشى حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض. قال أخبرني عن قوله تعالى من طين لازب. قال الملتزق لازب ملزب. نعم. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول النابغة فلا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب. نعم، ضربة لازب، ضربة ملتصق. نعم. قال أخبرني عن قوله تعالى أندادا. قال الأشباه والأمثال. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول لبيد بن ربيعة أحمد الله فلا ند له بيديه الخير ما شاء فعل. فلا ند، أنداد، فلا ند. قال أخبرني عن قوله تعالى لشوبا من حميم. قال الخلط بماء الحميم والغساق. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوالا. يا سلام. شو شيخ حسن تشرحه؟ ما خرج شيخي، ما خرج. ما خرج، بس اللي فهمته انه المكارم ما هي كؤوس لبن لحتى، يعني المكارم شغله يعني هي اكبر من هيك يعني. المقصود انه المكارم مو لبن ومي شربتها وبعد شوي طلعت بول، هيك عم يشرحها.
إنه شيبة شيبة، المقصود بكلمة شيبة يعني اختلطا. نعم، يعني شيبة بماء شيبة بماء وشربته، فعاد فبعد ما شربته بعده أبوالا. أبوال. فالمكارم مو معناته إنه خلطت شغلة بشغلة وبعد شوي طلعت، لا يا أخي. المكارم هاي أصول عن أصول، هاي بدك تربي فيها ناس بعد ناس، هاي بدها عقول، بدها كذا، مو شغلة شربنا وطلعناها، هيك قصده يعني. طيب، قال أخبرني عن قوله تعالى عجل لنا قطنا، قال القط الجزاء. طبعا مر معنا القط، ماذا قلنا قبل يومين؟ بالتفسير الماضي مرت معنا القط، ما هو؟ مين بيتذكر؟ وحكيتها ووقفت عندها. ها؟ الأجر. القط هو العذاب. عذاب. القط، العذاب. القط هو نعم نعم العذاب. نعم. قالوا جزاء بسورة جزاء. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا. عجل لنا عذابنا، نعم، أو نصيبنا أو آه. حظنا، نعم. ولكن مرت معنا العذاب. قال القط الجزاء، هنا العذاب. نعم. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول الأعشى ولا الملك النعمان يوم لقيته بنعمته يعطي القطوط ويطلقه، يعني يعطي الجزاء ويطلقه. قال أخبرني عن قوله تعالى من حمأ مسنون. قال الحمأ السواد، المسنون المصور. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول حمزة بن عبد المطلب أغر، كأن عم يوصف النبي عليه الصلاة والسلام، أغر كأن البدر شقة وجهه أو شقة وجهه جلى الغيم عنه ضوءه فتبددا، يعني وجهه كوجه القمر. نعم. قال فأخبرني عن شيخ قوله نحط تعالى. إشارة. حط ها؟ إشارة. شيخ عبد أقول اللطيف، حط إشارة يمكن مشان قبل ما يخلص الدرس تعرف وين نوصل. يلا بدي أحاول. قال فأخبرني عن قوله تعالى البائس الفقير. قال البائس الذي لا يجد شيئا من شدة الحال. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. قال أما سمعت قول طرفة يغشاهم البائس المدقع والضيف وجار مجاور جنب. بعدنا مطولين. طيب خلاص، محل ما بنوصل. قال أخبرني عن قوله تعالى ماء غدق. قال كثيرا جاريا. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر تدني كراديس ملتفا حدائقها كالنبت جادت بها أنهارها غدق. قال أخبرني عن قوله تعالى بشهاب قبس. قال شعلة من نار يقتبسون منه. قال هل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول طرفة بن العبد هم عراني فبت أدمغه دون سهادي كشعلة القبس. قال أخبرني عن قوله تعالى عذاب أليم. قال الأليم الوجيع. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. أما سمعت قول الشاعر نام من كان خليا من ألم وبقيت الليل طولا لم أنمي. نام من كان من الليل لم أنمي من ألمي أليم، نعم. قال أخبرني عن قوله تعالى وقفينا على آثارهم. قال أتبعنا على آثارهم الأنبياء أي بعثنا. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. قال أما سمعت عدي بن زيد يوم قفت عيرهم من عيرنا واحتمال الحي في الصبح فلق. قال أخبرني عن قوله تعالى إذا تردى. قال